أول كان الإماراتي في العالم كانت ساحة الكلانات وتحدى كبار الكلانات السعودية. مشروع من تأسيس ريداكس وتم تقديمه بفيديو احترافي بجودة عالية من تصوير إلى إنتاج، لكن أقوى مفاجأة انضمام مازن رسميا إلى الكلان. وفوق هذا بدأت التسريبات تطلع عن باقي الأعضاء، واللي حسب بعض المصادر ممكن يكونوا أسماء كبيرة جدا. فهل فعلا هذا الكلان راح يهدد عشاور وفالكون؟ خلينا نشوف القصة كاملة. مجلسي اول نطرة عرفت راه الحياة مرة ضربت انا كيسك سهلنا في ربي فراج صوري. كل شي بدأ لما ريداكس نزل مقطع احترافي بكل معنى الكلمة يشرح فيه فكرة الكلان الجديد. الفيديو يبين لنا حجم الشغل اللي صرف عليه من تصوير، مونتاج، إدارة وتنظيم. واضح إن المشروع ما كان مجرد فكرة عابرة، بل شيء اشتغل عليه بجدية كبيرة. الشيء اللي فعلا لفت انتباهي هو مقر الكلان. صراحة تصميمها كان خرافي ويعكس احترافية الكلان من البداية، لكن لو في ملاحظة أقولها فهي وجود تماثيل في المقر، وأتمنى من ريداكس يفكر يشيلها، لأن مثل ما نعرف الملائكة لا تدخل بيت فيه تماثيل. بشكل عام الكلام من أول نظرة واضح إنه داخل بقوة، بداية يتبشر بشيء فعلا أسطوري. اللي زاد حماس المتابعين هو وجود شخصية مثل مازن ضمن الكلان، شيء ما كنا متوقعينه أبدا. وأثناء بحثي شوف تعليق مثير للاهتمام كاتبين فيه إن أعضاء الكلان هم ريداكس، مازن، برهوم معراوي ومجد. هل فعلا هذول هم الأعضاء الجايين؟ وهل التعليق هذا مبني على تسريبات أو تطوقعات ولا مجرد إشاعة؟ خلينا نشوف الأيام الجاية. كان معاكم سيلفو ومع السلامة. ما بقيتش داري ما صيري واش القبر ولا باقي سيري كبيري طاس باب صغيري بشكل غدا شوفو غيري ما بقاش هاد اللي بغيتي ديري.